أول حاجة هناخد الجدول الكوبي عشان نبدأ نعمل التعديلات الجديدة بتاعتنا عليه. نبدأ نعدل في القيم عندنا. هنعمل أول حاجة نخليها من 100 ل80، 80 ل60، يعني تبقى أنت عندك نسبة من 100 ل80 ومن 80 ل60، وعندك هنا نخليها من 60 ل40، وهنعمل نسبة رابعة نخليها من 0 ل40 عشان كده يبقى إيه في كل التدريجات بتاعتنا. كيف عندك لو كذا يبقى كذا، لو كذا يبقى كذا، يبقى أنت دلوقتي عندك رينج بين الحاجة. هنضطر بقى نبدأ نعدل في القيم دي اللي بقى أنت خلاص بقى عندك رينج، عندك مثلا من 0 ل40، من 40 ل60. فإحنا نعمل إيه؟ نمسح ده كله. هنبدأ بقى نكمل بقى هنحط الشرط التاني، بس طبعا برضه دي بقى كام أصغر من 100. تمام، تقوم قافل اف. نعمل حاجة عملنا اف اند، نعمل اف السي 51 دي من 40 أكبر من أكبر من 40 يساوي 60. القيمة بقى الترو بتاعتك تقوم تعمل كوما كده، ممكن مثلا يبقى لو هي فولس نعمل اف تانية أصغر من وبتساوي 40. احنا عايزين بقى نكمل، لأن انت لو أكبر من 100